النهارده هلخص لكم فيلم كابتن امريكا الجزء الرابع، لكن قبل ما نبدا ادعوك بلايك واشتراك في القناه. بيبدا الفيلم بواحد اسمه روس بيتم تجهيزه لحفله كبيره هيتم تنصيبه لرئيس امريكا، ويسال المساعده بتاعته وبيقول لها هي بنت بني اتصلت ولا لا، وهل هي ظهرت وجات الحفله ولا لا. وبيكون بنته رافضه التعامل معاه تماما بسبب اعماله الوحشه اللي كان بيعملها قبل كده، وبيبان انه بياخد دواء من العلبه دي بيطلع علشان يقول الخطاب بتاعه ويشكرهم انه فاز في الانتخابات. وبيتكلم عن الكتل الفضائية اللي ظهرت في المحيط الهندي في واحد اسمه توريس مساعد كابتن أمريكا، وعندهم مهمة من رئيس أمريكا. بعد ما بقى هو كابتن أمريكا الجديد، المهمة بتاعته بتكون الهجوم على البؤرة الإجرامية دي بسبب عبوة اتسرقت من اليابان. كابتن أمريكا بيوصل هناك ويبدأ إنه يشتبك معاهم ويقدر يخلص عليهم بالتحديث الجديد اللي عمله على درع كابتن أمريكا وهي القوة الرعد. توريس بيعمل مسح للمكان وبيكتشف إن في رهائن موجودة جوه، واللي مسيطر عليهم واحد اسمه فولكر. بيظهر على شاشة توريس بيبعت الإحداثيات لسام كابتن أمريكا وبيروح بسرعة علشان ينقذهم. فولكر عرف إن في هجوم هيحصل عليه من سام، خد العبوة والرهاين وأمر الجنود بتوعه بالاشتباك مع كابتن أمريكا. توريس بيعرفوا إنهم خدوا العبوة هينقلوها من مكان بالموتوسيكلات دي، وسام بيقول له انا مشتبك معاهم ومش هعرف اروح له دلوقتي. وبيصمموا على الرهاين دول بيموتهم عن طريق التقنيه الجديده اللي موجوده في بدلة كابتن أمريكا. توريس بيعرفوا التحركات بتاعتهم ومكان الجهاز فين، وسام بيعرفوا إنه لازم يلحق فولكر ويكلف توريس بالمهمة دي، وبيفرح جدا تبقى أول مهمة ليه مع كابتن أمريكا. فتوريس معاه بدلته الخاصة وبيوصل ليهم وبيخلص عليهم ويقدر إنه ياخد العبوة منهم. وسام بيوصل لفولكر وبيرمي عليه الدرع، بس فولكر حافظ كابتن أمريكا وعارف يتفاداه وعارف يتفادى الدرع، وجاب له واحد من أقوى رجالته يتشابك معاه علشان يعطله شوية عقبال ما هو يهرب. بيبان إن هو أقوى من سام، بس سام بيمسك نفسه وعارف إنه يخلص عليه، بس فولكر خلاص بيكون هرب. بيتصلوا بروس بيبلغوا ان المهمه نجحت والعبوه معانا. توريس بيبقى فرحان ان عمل مهمه وبيهزر مع سام ويقول له هبقى بطل خارق زيك، وسام بيقول له لازم تتمرن الاول وتبقى قوي. فبيوديه عند واحد اسمه برادلي، رغم انه كبير في السن بس عنده قوة كبيرة جدا غير البشر الطبيعيين. وهو وسام بيكونوا صحاب من زمان لما كان بيتدرب تحت ايده. فسام بيجيله مكالمة من روس، وبرادلي بيتضايق جدا لانه بيكرهه جدا لان هو كان السبب في حبسه 30 سنة قبل كده. فسام راح له وبرادلي بيعرفه على اخطاء روس القديمة وانه شخص مش كويس وما ينفعش تشتغل معاه ابدا. وسام بيعرفه ان انا مضطر اشتغل معاه لان هو الرئيس دلوقتي، وفي حفلة بالليل في البيت الابيض كتكريم ليا انا وتوريس على المهمه الاخيره اللي احنا عملناها وقدرنا نحافظ على العبوه. وبيقول له انك هتيجي معانا. الثلاثه بيركبوا العربيه وبيوصلوا هناك ويدخلوا، وعلشان يوثقوا اللحظه دي بيتصوروا مع بعض، والمكان بيكون مؤمن جدا ومتراقب من كل مكان. روس بيتكلم مع سام ويقول له لازم تجهز لي فريق الافنجرس، لازم فريق الافنجرس يرجع ويتجمع من جديد. وسام مستغرب، وروس يعرفوا انهم لازم يرجعوا بسبب المهام اللي عملوها زمان، وان نص الشعب الامريكي كان عايش بسببهم وده لمصلحه الدوله. وبيشكروا جدا على المهمه اللي عملها هو وتوريس وانهم قدروا يحافظوا على العبوه. فبيخرجوا بره بيستقبلوا واحد اسمه اوزاكي رئيس وزراء اليابان ويتصوروا معاه علشان عندهم اتفاقيه هيوقعوها. روس طلع يتكلم معاهم ويقول الخطاب بتاعه، فبيقول لهم الكتله الفضائيه اللي ظهرت دي الدول كلها بتتصارع عليها علشان يعملوا بيها أبحاث، واكتشفوا حاجات خطيرة فيها وهي مادة الإيدامينيوم، وهتكون مادة مهمة جدا في اختراعات كتيرة هتحصل للبشرية، وهي أشد خطر من أي مادة تانية لقيناها. والمادة دي هتحقق الأمان لدول كتير، الدولة اللي هتمتلكها هتقدر انها تحقق بيها امان اكبر. هيتم توزيعها بالتساوي على الدول، وتم بالفعل عمل اول عبوة منها في اليابان واتسرقت بس في مهمة كابتن امريكا، وتوريس قدر انه يسترجعها من جديد. وبيحيي كابتن امريكا قدام الناس اثناء ما هو بيتكلم. برادلي بتحصل له حالة غريبة وبيمسك سلاح ويضرب عليه نار بدون اي اسباب، بس الزجاج حامي روس من الرصاصة اللي اتضربت. وسام بيحاول يسيطر على برادلي بس مش عارف علشان هو اقوى منه فبيطيره بعيد. برادلي تصرفاته غريبة ومش في وعيه تماما، والشرطة تحاول تمسكه، ومن الناحية التانية في عصابة بتضرب الرؤساء كلهم. الحرس الجمهوري وسام بيتعاملوا معاهم، والشرطة بره بتجري ورا برادلي عشان تلحقه، والشرطة وسام بيقدروا انهم يحاصروا برادلي. وبرادلي بيقول لهم انا مش فاهم حاجة، هو ايه اللي حصل؟ انا ما عملتش كل ده، وما بيبقاش فاهم فيه ايه وايه اللي حصل له، وبيتم القبض عليه. سام بيروح لروس بيفضي قاعة المؤتمرات كلها وبيسيب فيها واحدة اسمها روز بتبقى مستشارة الأمن بتاعته والحارسة الشخصية. سام عايز يدافع عن برادلي وبيقنع في الرئيس إن مش هو اللي عمل كده، برادلي ما كانش في وعيه.
واللي حصل ده مش بإرادته، بس روز مصمم ان هو مذنب وان هو خاين وان هو ارهابي وهيتم القبض عليه وهيتسجن فورا. سام بيحاول يقنعه تاني ان وهو بيتم القبض عليه ما كانش عارف بيحصل له ايه. سام بيطلب منه انه يحقق في القضيه بنفسه، بس روز مش موافق، وسام بيقول له انا لو ما حققتش القضيه في نفسي انا مش هشتغل معاك تاني. فروز بيرفض من جديد وبيخلي روز هي اللي هتحقق في القضيه، ووقف سام عن العمل وبياخد حبايه من علبه الدواء بتاعته. سام بيروح السجن لبرادلي بيحاول يعرف منه حصل ايه. برادلي بيقول له انا كل اللي فاكره اننا دخلنا البيت الابيض وعلشان نوثق اللحظه اللي كانت بينا اتصورنا احنا التلاته، وفجاه لقيت نفسي بيتقبض عليا بره. الوقت بين الصوره والقبض عليا مش عارفه خالص، معرفش ايه اللي حصل فيه. وبيعيط جامد لانها جريمه كبيره وبسببها يا اما هيموت يا اما هيتحبس في السجن المؤبد وهيموت جوه. في كلا الحالتين هو ضايع، ويقول له انا اتحبست 30 سنه ظلم قبل كده، اكيد انا هموت هنا. بس سام بيحاول يطمنه وبيقول له انا هحقق في القضيه بنفسي حتى لو انا موقوف عن العمل. سام مشي من عنده وبيتصل بتوريس يقول له راجع كاميرات المراقبه اكيد فيها حاجه هتفيدنا. وهو بيراجعها لقى تليفون برادلي عمل لون ابيض عالي بسرعه، عمل فلاش خطف عين برادلي، ونفس الضوء حصل مع افراد الامن التانيين. وكده اتاكد ان في حد اتحكم في الوعي بتاعهم من خلال ضوء التليفون. روز حست ان سام عنده حق لما كانوا في المكتب، وجابت الكاميرات هي كمان وحققت فيها ولقيت نفس اللي لقاته روز وسام. سام وهو ماشي بيظهر له فالكور من جديد وبيضرب نار عليه وبيرمي قنبله عليه والعربيه بتنفجر، وبيكلم اللي كان بعته انه خلاص خلص من كابتن امريكا. بس سام بيظهر له من جديد ويخش في اشتباك معاه ويضربوا بعض، ويضرب سام كذا ضربه في بطنه، بس سام ماسك نفسه. وفالكور بيعمل نفسه انه مستسلم، بس فجأة بيضرب عليه نار فقدر انه يتفاداها ويهرب ويستخبى، وفالكور راح وراه. فسام بذكائه قدر يعمل دخان من خلال البطاريات القديمة دي علشان فالكور ما يشوفش حاجة، وبيضربه وبياخد التليفون بتاعه وبيبلغ الشرطة وجت قبضت عليه. بياخد التليفون يوديه لتوريس يقول له اعرف لي موقع اخر رقم متصل من التليفون ده، فقدر انه يحدد مكانه. وطلع ان واحد اسمه صامويل مستخبي في قاعدة عسكرية اسمها ايكو 1 وبتكون تبع الجيش الامريكي، وبتكون متصنفة ان المساجين بتتسجن فيها، وبيجهزوا علشان يروحوا هناك. روز بتروح السجن عشان تحقق في قضية الاغتيال اللي حصلت، وبتلاقي فجأة الحارس دخل في مرحلة اللاوعي وبيقتل السجناء كلهم وبيموت نفسه بعدها. روز بدأت فعلا تقتنع بكلام سام ان في حد بيتلاعب بعقول الناس وبرادلي لسه عايش، وبتاخده تنقله من مكانه. روز وهو في طريقه لليابان بيحاول يقنعهم ان الاتفاقية لازم تتم بعد الهجوم اللي حصل، لان اليابان بقت عندها قلق شوية من ناحية امريكا. فبيجي له مكالمة من صامويل اللي بيتحكم في وعيهم، بيقول له انه هيكشف عن نفسه. وروز بيعرف ان هو السبب ورا اغتياله وسرقة العبوة بتاعة اليابان والتحكم في وعي برادلي. وروز بيبقى قلقان بسبب ان صامويل كان بيشتغل مع روز قبل كده لحد ما بقى رئيس، وعملوا ابحاث كتير قبل كده، وبعد ما بقى رئيس خان اتفاقه مع صامويل ودخله السجن ظلم. وفي المكالمة صامويل بيعرفه التقنية الجديدة بتاعته وهي التحكم في وعي البشر، وانه قادر يظهر ويفضح روز قدام العالم. وصامويل بيتكلم من قاعدة ايكو 1 بيبقى موجود فيها هناك حاليا. بيتصل بروز تروح للقاعدة فورا وتسيطر على الوضع هناك. ومن الناحية التانية سام وتوريس سابقينها بخطوة وراحوا هناك ويخترقوا السلك ويقدروا انهم يخشوا جوه. وتوريس بيعطل الكاميرات ويفتح الباب ويدخلوا، بيلاقوا المكان فاضي وبيلاقوا صور ناس اتعمل عليها ابحاث قبل كده من ضمنهم برادلي. ومن هنا سام عرف ال30 سنة اللي برادلي اتسجنهم ظلم كان ليه وليه اتسجنهم هناك. طلع انهم جايبينه علشان يعملوا عليه ابحاث وحبسوه هناك لمدة 30 سنة، وان روز كان مفهم الدولة ان هو سجن عادي، بس اتضح ان هم كانوا عاملينه معمل اختبارات على ابحاث وبيعملوا تجارب على البشر، واللي بيموت ما بيظهرش تاني. وبيلاقي ملف مكتوب عليه روز وفيها تفاصيل حالته الصحية، ومكتوب في الورق انه ياخد 3 حبات في اليوم، وبيلاقي نسخة من علبة الدواء دي وبياخدها معاه. توريس قاعد على الاجهزة عشان يكشف ان صامويل اخترع لحن جديد اللي يسمعه يقدر انه يتحكم في وعيه على طول. وبيظهر صامويل ويقول لهم انا كنت ذكي جدا زمان، وروس استخدمني علشان يعمل ابحاثه ويستغل ذكائي، ووعدني انه لما يبقى رئيس هيشيل كل الجرائم اللي عليا، بس تخلى عني وحبسني، وانا استخدمت ذكائي وطورت اللحن ده علشان اكشف حقيقة روس للناس وانه شخص فاسد. سام بيحاول يهاجمه بس ذكاء صامويل اقوى، بيخترع جهاز قوة مغناطيسية بتسيطر على سام وتوقفه. صامويل طلع انه متحكم في وعي الامن بتاع المكان ويأمرهم انهم يقتلوا سام وتوريس، ويعرفوا يخلصوا منهم. وهم ماشيين بيلاقوا امن تاني، بس هنا بتكون روز وصلت وهي اللي بتشتبك معاهم. سام بيروح لفالكور يعرف منه انت كنت شغال مع صامويل ليه،
عايز اعرف كل المعلومات. فالكور بيقول له هقولك بس وعدني انك تقلل مدة سجني هنا، وبيوافق سام. فالكور بيعرفه ان صامويل لما اتعمل عليه ابحاث خد مصل خلى معدل تفكيره ومعدل ذكائه عالي جدا، لدرجة ان عقله ما بيقفش عن التفكير، وكان لازم ياخد مصل مضاد. بس روس الرئيس اداله مصل اقوى لدرجة ان بقى شكله غريب بس خلى ذكائه اضعاف، وده السبب في ان صامويل ذكائه اخترع بيه حاجات كتير للدولة كانوا بيستغلوه في صناعة الأسلحة. ولما روس اتخلى عن صامويل قوة الذكاء دي اتقلبت ضدهم، واخترع حاجات كتير علشان ينتقم من روس، منها اللحن اللي بيسيطر على وعي الناس، ومن خلاله قدر انه يسيطر على برادلي وخلاه يضرب عليه نار، وهو اللي بعت ناس خطفوا الأبوة علشان يخلي موقف الدولة موقف روس يبقى ضعيف قدام العالم ويخلق حرب بين اليابان وأمريكا. سام وتوريس بيروحوا مع روز عند الرئيس، وروز بتفهمه الأوضاع إن في خطر ومحتاجين كابتن أمريكا حالا. فسام بيخش يتكلم معاه على انفراد ويعرفه إن كل ده بسبب صامويل، وبيوريله الملف بتاعه اللي لقاه هناك عند صامويل. وروز بيعرفه إن كان عنده مرض زمان في القلب وإن ما كانش له علاج وأنا كنت هموت، لولا هو كان زماني ميت دلوقتي، واخترع ليا العلاج ده أنا باخد منه 3 حبات في اليوم. فصامويل اتحكم في وعي الطيارين وخلوهم يضربوا على اليابان علشان الحرب تبدأ، وروس بيأمر طيارين تانيين يطلعوا، بس سام قال له انا هتولى المهمة دي انا وتوريس. بيبدأوا يطيروا علشان يهدوا الاوضاع، والضرب من هنا وهنا بدأ، واصبحت فوضى بسبب صامويل، والدولتين بقوا بيضربوا في بعض. روس بيكلم الرئيس الياباني بيقول له ان في حد متحكم في وعينا ومش احنا اللي بنضرب، بس هو ما بيبقاش مصدق ويأمر الطيارين اليابانيين انهم يضربوا هم كمان عليهم، بس كابتن امريكا بيفجرهم في الهواء قبل ما يوصلوا. صامويل بيتصل بروس علشان يستفزه وان اللي مخطط ليه حصل، وبيقول له انت ما تنفعش رئيس. وفي صاروخين تانيين اتضربوا بس توريس بيخلص من واحد فيهم وجي يخلص من التاني انفجر فيه ووقع في المحيط. وسام راح انقذ الطيار الياباني قبل ما يقع وقدر انه يبعد الطيارة عن المركبة، وكده الرئيس الياباني عرف ان سام وروس مش ناويين على الغدر وان هما مش عايزين حرب، فبيأمروا ان الحرب تقف. وصامويل بيتضايق لانها وقفت وتوريس انتقل للمستشفى. روس بيطلع يعمل لقاء قدام الصحافة ويقول فيه اللي حصل، وكل ده إن بسبب هجوم حصل على الوعي. صامويل بيروح لسام بيقول له كنت بعمل كل ده علشان أكشف حقيقة روس وهسلم نفسي بعد كده، وإن الحرب وقفت بس دلوقتي محدش هيقدر يوقف روس لأني حطيت في الحبوب اللي خدها أشعة جاما اللي تخليه لما يتعصب يتحول لكائن تاني. وسام بيقبض عليه وبيروح يحاول يلحق روس، فروس لسه بيقول الخطاب بتاعه، والتليفونات اللي موجودين كلهم اتهكرت واتبعت ليهم منشورات فيها حقيقة روس الوحشة اللي كان بيعملها زمان، وانه كان مشترك مع صامويل علشان يحقق اهدافه. وروس بدأ يتوتر ولو اتعصب اكتر من كده هيتحول. سماعات المكان كلها بتتهكر وبتتذاع عليها تسجيل لصامويل هو وروس وهو بيحكي تفاصيل علاقته بيه واللي عملوه زمان. وصامويل عرف يخلي روس يتعصب وجسمه بدأ يتحول وبقى ريد هالك بسبب حبوب صامويل. المساعدين بيضربوا عليه نار بس مفيش حاجه بتاثر فيه. كابتن امريكا بيوصل للمكان وبيضربه بس هالك اقوى منه بكتير، والطيارات بتحاول توقفه بس بيمسك واحده فيهم يرميها على التانيه ويفجرهم كلهم. كل ما بيتعصب اكتر القوه بتاعته بتزيد، والبيت الابيض اصبح فوضى واتدمر تماما. فسام قدر انه بذكائه يسحبه للمكان اللي بيحبه، الحديقه اللي كان بيروحها مع بنته، وبيحاول يوقفه بس بيكسر جناح البدله بتاعته وبيضربه، وسام بيحاول انه يسيطر عليه. وفجاه سام بيضربه وبيحصل شعاع كبير وبيدمر المكان كله. بييجوا يطلعوا سام من تحت الطوب وهالك لسه زي ما هو ما حصلوش اي حاجه. فسام بيقف قدامه ويقول له انك شخص حاولت انك تبقى كويس، وبيفتكر بنته ايام ما كانوا بيلعبوا زمان ويبدا يهدى، والقوه بتاعته بدات تقل لحد ما رجع لشكله الطبيعي وودوه المستشفى. والبيت الابيض بيرمموه من جديد، وبرادلي خرج من السجن وتوريس فاق في المستشفى، وروس اتسجن وغيروا الحبوب اللي كان بياخدها وحبسوه لحد ما اشعه جاما تخرج من جسمه علشان ما يتحولش لهالك من تاني. وعلشان يفرحه قال له ان اليابان وافقت على الاتفاقيه، وجاب له بنته علشان تزوره وهي بتشجعه وتطمنه. وبينتهي الفيلم بتاعنا، ويا ريت لو عجبك تعمل لايك واشتراك في القناه علشان يوصلك اجدد افلامنا.